ديوان كأني أمشي على حبل. لعبة السيرك. مررت من هنا مئات المرات ولم أشهد معجزة واحدة تشير إلى أنك يمكن أن تظهري على الشرفة مضيئة مثل لاعبة السيرك، تمسكين السياج بيد وباليد الأخرى ترسمين على الهواء طيورا من دخان وأزهارا سرعان ما تتلاشى، بينما نكون نحن قد تجمعنا على الرصيف ثلة أولاد فائضين على الطريق ومصابين بخيبة مزمنة، نتمنى شيئا ويحصل شيء مختلف. حتى تشرين وهو أجمل شهورنا يخذلنا كثيرا فيصير مثل أيام السنة العادية، حتى فستانك الصيفي ونتائجنا المدرسية في نهاية العام، حتى عربات آبائنا التي ورثناها بأعطالها لنعبر بها طرقات وعرة إلى الجنة. مع ذلك سأبقى أمر من هنا كل يوم أتوقع معجزة، وإن قالوا إنك مسجونة مع الغبار في الغرفة العليا في القصر، تتصفحين أيامك القديمة وتستلين أشواكا علقت بثيابك عندما تقاسمنا نصيبا من الطريق. نامق سلطان. البلاد الباردة، من ديوان ترقيع الأمل. من يدلني على شجرة أعرفها أو شارع مشيته يوما؟ البلاد الباردة ليست بلادي، لا ليلها ليل ولا خمرها خمر ولا نساؤها كالنساء. حين تسير وحيدا ملفوفا كأنك في كفن، منبوذا كسمكة لفظها البحر، وليل العالم يمتد أمامك، من ستنادي؟ من ستنادي؟ من إذا ما صرخت سيسمع صراخك؟ هل ملاك أسود يمنحك جناحيه لتحلق نحو سمائك؟ وأية سماء تعرفك اليوم؟ وأية أرض؟ في انتظار القصيدة. أظنها قصيدة رائعة، الحقيقة كلهن رائعات، لكن هذه تسائل الشعر، أصل كل شيء. في انتظار القصيدة دائما هناك ضفة أخرى نجهلها، ومدينة بعيدة لا نعرف الطريق إليها، وبيوت توصد أبوابها دوننا، ونوافذ مقفلة. دائما هناك امرأة تخيبنا، وأغنية لا نسمعها، وفراشات تنتظر ربيعا لا يأتي، وأطفال يشيخون سريعا. دائما هناك الكلمة المحبوسة، والخطوة العاثرة، والأمل الذي يولد عند الصباح هزيلا. فمن أين تأتي القصيدة؟